وانظروا عندما أقول أن عائشة لا تطيق ذكرا لعلي لم يكن اعتباطا. جاء في مسند أحمد بن حنبل الجزء السادس صفحة 113 طبعة دار صادر بيروت عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل فوقع في علي عليه السلام وفي عمار رضي الله تعالى عنهما عند عائشة فقالت: أما علي فلست قائل لك فيه شيئا، وأما عمار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول وآله يقول: لا يخير بين أمرين إلا اختار أرشدهما. وكذلك في تاريخ مدينة دمشق ابن عساكر جزء 43 صفحة 407 طبعة دار الفكر بيروت عن ابن أبي ثابت عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل فوقع في علي وفي عمار عند عائشة فقالت: أما علي فلست قائل لك فيه شيئا، وأما عمار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يخير بين أمرين إلا ركب أرشدهما. حديث 9295. هناك رجل جاء وشتم علي وعمار وقع فيهما أمام عائشة قالت: أما علي فلست قائل لك فيه شيئا، أنا لا أدافع عن علي، أما عمار فسمعت بذلك، وهي لا تطيق له ذكرا كما قلت. وانظر إلى مسألة كذا، وانظر إلى إخفاء ذكر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ومحاولات طمس معالم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ومحاولات حذف اسم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كتب التاريخ، وسأفصل لكم ذلك تفصيلا مملا مدروسا دراسة عميقة في ذلك، وانظروا إلى ما أقوله. جاء في صحيح البخاري الجزء الثامن صفحة 164 165 طبعة سنة 1981 طبعة دار الفكر للطباعة بيروت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا. لماذا لم تسمي اسمه؟ قالت: بعث رجلا. إذا قلت كانت لا تعلم، فالروايات قبل تبين أنها لا تطيق له نفسا، لا يطيب لها نفسا بذكر علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وعليكم أن تكونوا شجعان، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا يا إخوتي، أنكم مسألون عندما توضعون في القبر. أول لحظة توضعون بها في القبر وترون الأمور على حقائقها وينكشف عنكم الحجاب تقولون: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. الله عز وجل يجيبكم قائلا: ألم يأتكم من نذير؟ الله عز وجل يحاسبكم: ضعوا، لا تتوارثوا عباداتكم بل ابحثوا عنها. إخوتي أحبتي، ابحثوا عن عباداتكم، ابحثوا عن أي منهج تسلكون وبأي حفرة تقعون. ضعوا أنفسكم تحت أقدامكم هذه النفوس والشهوات، وقولوا وحاسبوا أنفسكم بقولكم: تبا لك أيتها النفس وترحى. أفحين استصرخت أنه تأسوا بخطبة الإمام الحسين سلام الله عليه عندما ذكر هذه الخطبة. وقولوا: ويحك أيتها النفس، ما الذي قذف بك إلى هذه السدفة وأصارك إلى هذه الظلمة ووصلك إلى هذه الغمة؟ أو نسيت وكنت في النور تسرحين وفي الضياء الصادق تنظرين، أو نزلت إلى عالم الظلم والمعاندة والغشم والمفاسدة؟ هكذا حاسبوا نفوسكم، والله أن الله عز وجل إذا ما فكرتم قليلا سترون أن كل ما أقوله صحيح، وأني لا أسعى إلى أني أريكم الحق حقا والباطل باطل، وهذه كتبكم تروي. انظر، قالت أن النبي صلى الله عليه وآله عن عائشة بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه إن الله يحبه أو نعم يحبه. ترى من هو هذا الرجل؟ ولماذا لم تذكره عائشة بالاسم؟ انظر، نفس الخبر سأبين لماذا لم تذكر هذا الاسم، وأيضا في صحيح البخاري.
طبعا أولا هذه الرواية الموجودة في البخاري يرويها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتابه التوحيد صفحة 94 تصحيح وتعليق السيد هاشم الحسيني الطهراني عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية واستعمل عليها عليا عليه السلام. لم تذكره في البخاري. عائشة قالت بعث النبي رجلا، والصدوق يروي نفس الرواية بأن النبي صلى الله عليه وآله رحمة الله عليه بأن النبي صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام، فلما رجعوا سألهم فقالوا كل خير غير أنه قرأ بنا في كل صلاة بقل هو الله أحد. فقال يا علي لم فعلت هذا؟ قال لحبي لقل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحببتها حتى أحبك الله عز وجل بربكم. عندما تروى هذه الرواية يرويها الشيخ الصدوق بأن النبي بعث عليا عليه السلام، وفي البخاري نفس معنى الرواية وبألفاظ متقاربة أن النبي بعث رجلا عن عائشة. لماذا يا ترى لم تذكر اسمه؟ ليست في مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ذهبوا متعمدين إلى حذف اسم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه من الكتب ومن التاريخ ومن كل المواقف الحساسة كقضية الخلافة، وسأذكرها تفصيلا إذا ما وفقت في ذلك وإذا بقيت الحياة. هنا تذكر، لكن مما يؤكد الخبر أن عائشة لا تطيق ذكرا لعلي بن أبي طالب ولم تسعى وما سعيت تحاول أن طمس ذكر اسم علي بن أبي طالب. لا أعلم إن ذكرت لكم هذا، كما في البخاري الجزء الأول صفحة 162 طبعة 1981 طبعة دار الفكر بيروت. أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله بن عبد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. تأتي كتبكم لتفسر هذا المعنى كما في فتح الباري ابن حجر الجزء الثاني صفحة 131 طبعة دار المعرفة بيروت لبنان الطبعة الثانية بين قوسين عند قوله قال هو علي بن أبي طالب، يقول في شرح الحديث والشارح هو ابن حجر زاد الإسماعيلي من رواية عبد الرزاق عن معمر ولكن عائشة لا تطيب نفسا له بخير. نفسا له بخير. قد يقول لي قائل كما يقول الجهال أنك تسرد هكذا الروايات. أبدا، ذهب الألباني إلى تصحيح هذا الحديث وسأذكره لكم الآن. يقول جاء في إرواء الغليل محمد ناصر الألباني الجزء الأول الصفحة 177 178 طبعة الثانية طبعة 1985 طبعة المكتب الإسلامي بيروت. أكرر المصدر إرواء الغليل محمد ناصر الألباني الجزء الأول صفحة 177 178 الطبعة الثانية طبعة 1985 طبعة المكتب الإسلامي بيروت لبنان. وقال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقالت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هات. يقول فعرضت عليه حديثها فما أنكر فيه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب. هو يروي يقول رواه البخاري في الجزء الأول 179 ومسلم الجزء الثاني 2021 وكذا أبو عوانة الجزء الثاني 112 113 ورواه أحمد الجزء السادس صفحة 228 مختصرا. انظر وركز معي. يقول ولكن مختصرا وزاد في آخره ولكن عائشة لا تطيب له نفسا وسنده صحيح. هو يقول بذلك، يقول ولكن عائشة لا تطيب له نفسا
وسنده صحيح بربكم بأي حق تلعبون وبأي حق تمكرون. أعمى الله قلوبكم؟ لا يا إخوتي، اذهبوا وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واعتقدوا بهذا المعتقد، فإننا لم نذهب إلى هذا المنهج لأن آبائنا أو أمهاتنا كانوا كذلك، فإنني نشأت في منطقة كلها من الأخوة العامة ولم يكن فيها شيعي واحد، إنما تتبعت هذا المنهج والله لأنني وجدته أصح خط على وجه الأرض وأقرب منهج للنبي صلى الله عليه وآله. تتهموننا بالشرك ونحن نذهب إلى توحيد الله بلا توحيد الله عز وجل بالمعنى الأخص، وهذه كتبنا تشهد بذلك، وأدعيتنا كافية. الأدعية التي عندنا تكفي بأن الله عز وجل هو واحد أحد فرد صمد لا شريك له ولا ولد. لا نذهب إلى التجسيم، لا نذهب إلى أن الله له يشغل حيزا من الفراغ أو يجلس أو ينزل أو يصعد أو يرى كما يرى القمر ليلة البدر، كل ذلك نرفضه. أفذنبنا إننا نذهب إلى توحيد ونتهم فوق ذلك بالشرك؟ وهذه هي أدعيتنا، حتى نقل لي أن أحد مؤلفيكم جمع أدعيتنا في دعاء واحد ولا أعلم ماذا سماه، فهم يسرقون أدعيتنا. ولم يستطع أحد أن يأتي بمثل ما أتى. إذا كان محمد صلى الله عليه وآله قد أتى بالقرآن معجزة ولم يأتي أحد واستطاع أن يفحم فصحاء العرب ببلاغة القرآن، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله قال له: يا رسول الله، إنك تزعم أنك جئت بقرآن تعجز عنه فصحاء العرب. قال: نعم. قال: أيقول قرآنك مثل ما أقول؟ قال: قل ما تقول؟ قال له: وحي ذوي الأضغان تسبي عقولهم، تحيتك القربى فقد يدفع النغل، وإن جهروا بالقول فاعف تكرما، وإن ستروا عنك الملامة لم تبلوا، إن الذي يؤذيك منه استماعه، وإن الذي قد قيل خلفك لم تبلوا. في هذه الأثناء وإذا بجبرائيل صلوات الله وسلامه عليه يخبط ويهمس في أذني النبي: أجبه يا محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، ما تستوي الحسنة وما السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بمجرد ما تلا النبي صلى الله عليه وآله هذه الآية ركع على قدميه وقال: ليس هذا بكلام بشر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله قد أفحم فصحاء العرب بالقرآن، فإن أئمتنا أفصح العالم كله بالأدعية. وأتحدى أن يأتي شخص من أي ملة أو طائفة كانت بمستوى بلاغة الأدعية التي صادرة من الأئمة، وهذا أكبر دليل على أنها لم تصدر من بشر عادي ولم تصدر من إنسان عادي، بل إنها صدرت من إنسان معصوم لا ينطق إلا بالحق وبنص القرآن الكريم، وهم مشتقون من النبي صلى الله عليه وآله. وإلا إذا قرأت دعاء الصباح يثلج قلبك، وإذا التفت إلى دعاء كميل ترتعد طرائفك، وإذا التفت إلى الصحيفة السجادية تخر راكعا وتسجد على الأرض دون شعور. أكل هذا جاء اعتباطا؟ لماذا لم يأتي أحد غير الأئمة بالأدعية التي نأتي بها؟ وهذه مناجاتنا ملحوظة ومعروفة، تذهب إلى تنزيه الله، ونذهب ونذوب في ذلك العشق الإلهي حتى كنا مصداقا لتلك. ولذلك الحديث الذي يقول، أو لذلك العارف الذي يقول مخاطبا السماء: إلهي، عجبت لمن يقول ذكرت ربي، وهل أنسى فأذكر من نسيت، أموت إذ ذكرتك ثم أحيا، ولولا ماء وصلك ما حييت، فأحيا بالمنى وأموت شوقا، فكم أحيا عليك وكم أموت، شربت الحب كأسا بعد كأس، فما نفذ الشراب ولا رويت. أين أنتم من كل ذلك إخوتي؟ صدقوني ما أسعى فيه هو إصلاحكم، أنني أقرب إليكم من أنفسكم، ولا تجدون شخصا يحبكم ويحترمكم مثلي يا إخوتي، ولكنني أرى هكذا في كتبكم وأسانيد صحيحة بأن عائشة لا تطيب نفسا لذكر علي بن أبي طالب، أأتي وأتهم بأنني أسيء إليها بأي حق وبأي منطق وبأي دليل؟ لماذا لا تذهبون إلى هذه الكتب التي تذهب إلى ذكر هذه الحقائق؟ أنتم في ورطة، وورطتكم بأنكم لم تمضوا على ذلك المنهج الحق. وبأي حق تذهبون إلى أن صدام شهيد لعنة الله عليه؟ وبأي حق تذهبون إلى أن الحجاج رجل صالح، أو عبد الملك بن مروان، أو
أو معاوية أو يزيد أو أبو سفيان أو غيرهم بأي حق، أو عائشة أو حفصة اللتان تظاهرتا على النبي وأظهرتا النصب والعداوة لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بنص كتبكم وأحاديثكم الصحيحة التي لا تقبل شك ولا فرية وبعدة طرق. انظر ماذا يقول في عمدة القاري